بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سألت نفسك يا أخي في يوم من الأيام، ليه في فرق بتدعي الإسلام؟ في فرق بتدعي الإسلام، فرق ما بين المسلمين يعني، جعلت من يعني جزء من عبادتها شتم الصحابة، سب الصحابة رضي الله عنهم. ليه في جماعات بتعادي سيدنا عمر بن الخطاب او سيدنا ابو بكر الصديق او الصحابه الاكابر دول اكثر مما بتعادي اعداء الدين نفسهم؟ يعني تترك اليهود والنصارى وتعادي سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر الصديق، وهكذا. ف يعني من الجمل اللي لخصت هذا الامر قراتها، قال ان الرافضه اسقطوا الصحابة ليسقطوا الوحي كله، يعني يريدون يسقطوا الصحابة لأجل أنهم يسقطوا الوحي كله. فالقصة مش مجرد خلاف تاريخي مع هذه الفرق، لا، القصة يا أخي يعني سميتها جسر الصحابة. الصحابة هم الجسر اللي وصل لنا القرآن والسنة. فأنا لو قدرت أقنعك إن الجسر ده خاين، انت بالتبعية كده هترمي كل اللي جه من فوق الجسر ده، الا وهو القرآن والسنة. ففي الفيديو دوت هنفك هذه العقيدة الباطلة اللي بتبني على هدم الرموز في عدة محاور. أسأل الله عز وجل أن يعني إيه يسددنا في هذا الأمر. والفيديو دوت يعني مناسب للأحداث الجارية ما بين الحروب إسرائيل وإيران، لأجل أن نعلم من هم إيران. يعني إيران ديت إيه عقيدتها، يعني المنهج الرسمي بتاعهم إيه هو. فبإذن الله في الفيديو دوت يا أخي لو كملته للآخر بإذن الله تستفاد جدا، يكون عندك خلفية عن ما تسمى إيران حاليا، أو عقيدتها الرسمية يعني. فنتوكل على الله ونقول المحور الأول، عقيدة التناقض. عقيدة التناقض. في المذهب ده في عقيدة اسمها التقية. يعني ايه؟ يعني اظهار عكس اللي في قلبك عشان تحقق هدف ابعد من اللي انت كنت عايزه. تاني، يعني مبنية على كذب. وبعض علمائهم كانوا يقول من لا تقية له لا دين له. يعني ايه؟ اظهار عكس اللي في قلبك عشان تحقق هدف، يعني ايه؟ مفروض يعني هدف انت عايز تعمله، ولكن هتوصل ليه بالايه؟ باخفاء ما في قلبك، اخفاء العقيده التي في قلبك. تلاقي طائفه بتبطن الحقد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر الود. وعلى فكره التقيه ديت عند منهج اهل السنه والجماعه، اللي هو بفضل الله احنا يعني، اللي هو انت بتستخدمها في اوقات الضروره جدا، يعني اوقات الضروره جدا. يعني لو الانسان حس اللي هو خلاص في خطر شديد جدا، او يعني اكراه شديد جدا، فيجوز له في هذا الموضع الكذب عشان يطلع من هذا الامر يعني، ولكن في الضروره القصوى يعني. فديت عندنا. اما التقية عندهم غير كده خالص. التقية عندهم قسموها الانواع، ومن لا تقية له لا دين له، ويعني نفاق فوق النفاق يعني. فتلاقي منهم طائفة بتبطن الكراهية والحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر الود. يعني ده بقى مش مجرد كذب، ده هو منهجهم، هي التقية دي، ده هو منهجهم. مثال يعني، أمثلة مثلا، التاريخ عرف جماعات كتيرة جدا انتهجت نفس هذه المسالك، زي ما عقيدة برضو تشبه إيران حاليا، هي عقيدة القرامطة. دولة القرامطة ديت في التاريخ عاملة بلاوي والله، اللي هم عاشوا بين المسلمين سنين لحد ما تمكنوا من المسلمين. دولة القرامطة التي قتلت الحجاج ودفنت ودفنت بئر زمزم بالحجاج. يعني تم اقتتال الحجاج جميعا، والقتلة دول اللي هم القرامطة جابوا جثث الأموات ودفنوا بير زمزم بالأموات دول اللي هم الحجاج دول.
ومن النصايب الكبرى اللي عملوها برضو اللي هم سرقوا الحجر الأسود 22 سنة. القرامطة دول نفس العقيدة كده، نفس العقيدة، ولكن على يعني ايه أكبر من هذا الأمر. لما هم عاشوا بين المسلمين وتمكنوا منهم، بقول لك سرقوا الحجر الأسود، بقول لك قتلوا الحجاج وعملوا مذابح كثيرة جدا في المسلمين، خدت بالك. لو الحجر الأسود رجع يعني من خلال الدولة العباسية على ما أتذكر، لأنهم كان دولة القرامطة كان معاها قوة عسكرية كبيرة جدا. ف الدولة العباسية حاولت عسكريا، ما عرفتش لغاية ما تفاوضت يعني، ورجعت الحجر الأسود بالذهب والفضة وهكذا يعني. فأي مذهب أو أي عقيدة بتخلي الكذب التقية دي، الكذب وسيلة للتمكين، هي عقيدة بتؤسس لهدم هيبة الدين من الداخل. لما تلاقي عقيدة بتعتبر السب قربة إلى الله عز وجل، اعرف إنها عقيدة قايمة على الانتقام مش الإيمان. عقيدة إيران حاليا، عقيدة الشيعة الاثنى عشرية، عقيدة التناقض، عقيدة التقية كمنهج، عقيدة اللي هي الكذب هو وسيلة للتمكين. أنا أكذب عليك بس بص يعني إيه، أنا أعمل كل الكذب عشان أوصل للي أنا عايزه، خدت بالك. الكذب والكذب دوت يعني إن الرجل لا يكذب الكذبة ثم يكذب الأخرى ثم يكذب الأخرى حتى يكتب عند الله كذابا. فتخيل بقى، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل هؤلاء يستخدموا الكذب للتمكين. فدوت محور يعني، ده محور اللي هو اي مذهب او اي عقيده بتخلي الكذب وسيله للتمكين، هي عقيده بتؤسس لهدم الدين من الداخل. تمام كده. فده محور يعني. المحور الثاني اللي عايزين نتكلم فيه هو لماذا العداء، او لماذا هم يعادوا سيدنا عمر بن الخطاب. لماذا العداء للفاروق؟ سؤال مهم جدا. ليه العدو الاول عندهم هو سيدنا عمر بن الخطاب؟ مش عشان عشان بس تكون واخد بالك، مش عشان شخصه هو بس، لا، ده سيدنا عمر بن الخطاب دوت هو اللي كسر امبراطورية كسرى. هو الفاتح سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، هو اللي كسر امبراطورية كسرى. هم عندهم عقدة تاريخية من اللي فتح بلادهم ودخل لهم الإسلام أصلا. فالسب هنا مش دين، السب هنا مش دين، ده ايه، متغلف بغلاف ديني، ولكن هو انتقامي، هو انتقامي. ربنا وصف الصحابة رضي الله عنهم بالرحمة، قال الله عز وجل رحماء بينهم. فهم بيحاولوا يصوروا التاريخ انه مؤامرة من الصحابة ضد آل البيت، وده كذب تاريخي بحت. لأن التاريخ يا أخي يثبت أن سيدنا الحسين رضي الله عنه عاش 21 سنة بعد أبيه. سيدنا الحسين عاش 21 سنة بعد أبيه اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب. وسبحان الله يا أخي، يعني تلاقي أن سيدنا الحسين رضي الله عنه هم عاملين له لطم بقى والعقيده الفاسده بتاعتهم ده ومأتم ولطم ويفضلوا يلطموا كده، خدت بالك. مع ان سيدنا الحسين رضي الله عنه عاش 21 سنه بعد سيدنا علي بن ابي طالب وما عملش لابوه مأتم واحد. انت متخيل الامر عامل ازاي؟ فيعني لو انت سيدنا، لو هذه من يعني هذا اللطم وهذه العقيده يعني لو هي صحيحه، كان سيدنا الحسين عملها لابيه، مع انه سيدنا الحسين عاش 21 سنه بعد سيدنا علي بن ابي طالب. فديت برضو من الدلائل على بطلان هذا يعني. فهو العاطفه هي اللي بتسوقهم، هي العاطفه اللي بتسوقهم. هم عاوزين يحرروا العاطفه من ضوابط العقيده عشان يفضلوا اللي هم اتباعهم يعني في حاله ثوره ولطم دائم زي ما هم عايزين كده. فده محور برضو يعني. المحور الثالث، ما هو الحل؟ الحل مشروع سني مستقل. الحل مشروع سني مستقل. الحل يا أخي مش إن احنا نغرق في الرد على كل شتيمة للصحابة رضي الله عنهم، مع إنه ده هو المفروض. لكن الحل الأكبر هو إن احنا نبني المشروع السني بتاعنا. يعني إيه مشروع سني؟ اللي هو الاستقلال بالعقيدة،
الغربة الاستقلال بالعقيدة، نرجع للقرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن مش شعارا كده نرفعه، لا، فعلا فعلا وعملا. خدت بالك؟ مش بفهم المآرب السياسية لأي دولة، لا، بفهم القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة أي هما يعني الصحابة. اتنين، التمسك بالجسر. ما هو الجسر اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي انا كنت لسه متكلم عليه شويه؟ الصحابه. التمسك بالجسر، حب الصحابه يا اخي، مش اللي هو ايه، رفاهيه كده، لا، ده هو الامان. هو الامان ده، انت المفروض تحب الصحابه دول اكتر من ابوك وامك. ابوك وامك بيحطوا لك الاكل تشرب، يجيبوا لك اكل تشرب في الدنيا. الصحابه دول هم بسببهم انت داخل الجنه. ليه؟ لان هم نقلوا لك القران والسنه، فانت يجب عليك حبهم بالطريقه التي امرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيحب سيدنا عمر وامنا عائشه رضي الله عنها بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيكرههم بيكره اصل الدين. خدت بالك؟ فحبهم من الدين، حب الصحابه رضي الله عنهم من الدين. ثلاثة، الوضوح في عقيدتنا. عقيدتنا ما فيهاش باطن وظاهر والكلام دوت، هو اللي في قلبنا على لساننا. يعني كما قال كما يقال، يعني اللي في قلبي على لساني، هي دي عقيدتنا. مفيش بقى حاجة اسمها باطن وظاهر وعقيدة القرامطة وعقيدة الإسماعيلية والكلام دوت، لا، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس من عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها. والدليل قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي اللي بتحميك من فخاخ العقائد الباطنية التي مثل هذه العقيدة. البصيرة هي اللي بتحميك من فخاخ العقائد التي تشبه العقيدة الباطنية. دوت محور مهم جدا. المشروع السني المستقل مهم جدا المحور ده، ويعني ايه، حتى لو نشتغل عليه، انت اشتغل على نفسك بهذا الامر. اشتغل على نفسك، اللي انا، لا، انا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابه. انا خلاص ما لقيتش اي حاجه في هذا الامر، خلاص اقف، ما يعني ايه، ما اعملش اي فعل. ما اعملش اي فعل. ليه؟ لان ديت بقى ايه، من محدثات الامور، ومحدثات الامور ديت وارد ان انت تقع. لا، اقف يا عم، اقف. ما تخشش في حزب، ما تخشش في تنظيم، ما تخشش في جماعه، ما تخشش في اي حاجه من الكلام دوت. خليك يا اخي في غربتك، في يعني متمسك بدينك، متمسك بالقرآن والسنة، فهم الصحابة، وخليك في حالك. ما تنضمش لجماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا أي حاجة من الكلام دوت. هذا الذي فرقنا، وكما قال الشاعر: وأحزاب مزقت أوصالنا والرب قال القوة في الاتحاد. فدوت برضو من الأمور المهمة جدا، يعني المشروع السني المستقل. المحور الرابع برضو المهم جدا هو محور عزة سيدنا معاوية. عزة سيدنا معاوية. لو حد كان بيقرأ التاريخ يفتكر رد سيدنا معاوية رضي الله عنه لما ملك الروم حاول يستغل الفتنة اللي كانت ما بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية. ده مثال للسيادة السنية، ده مثال للسيادة السنية. كان سيدنا علي سيدنا معاوية ملك الروم بعت له رسالة، يعني فيما معناها اللي هو: أنا سأساعدك على أنك يعني إيه تنتصر على سيدنا علي بن ابي طالب ويكون لك الملك، وانا اساعدك. يعني ملك الروم دوت ملك النصارى، يعني اللي انا اساعدك. سيدنا معاويه رضي الله عنه رجع له الرساله تاني وقال: لئن لم تنتهي عما تفعل لاكون اول جندي في جند علي لاجي لاقطع راسك. هذا رد سيدنا معاويه على من دعاه الى قتال سيدنا علي بن ابي طالب. فيا اخي احنا محتاجين نرجع للوضوح ده، محتاجين نكون أمة عندها أصل وعندها مبدأ ثابتين عليه. الأمة لا تهزم بقلة عددها بل بفساد عقيدتها. العقيدة بتاعتك واضحة تجاه الصحابة، مستحيل أي حد يضحك عليك بأي شعار، بأي شعار براق أو الشعارات البراقة اللي بتخطف الشباب التي ليس لهم علم بالدين وليس لهم علم بالسنة ولا يتمسكون بالسنة. أي حد يصيح فيهم كده بيروحوا معاهم همج رعاع. كل أحد يصيح فيهم بجملة أو بشيء معين يذهبون وراءه. ففي النهاية يا أخي، الخاتمة، الرسالة الأخيرة
المذهب اللي قايم على سب أصحاب النبي مذهب إيران حاليا، مذهب خسران دنيا وآخرة والله. فخليك مع الجسر، خليك مع الجسر القوي، خليك مع القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولا أو لا يفقهون، لا أتذكر. فالعزة في أتباع اللي ربنا رضى عنهم، رضى الله عن الله عز وجل رضى عن الصحابة رضي الله عنهم. مش فاكر الآية كويس يعني، ولكن يعني إيه، اعدل ثوبك، اعدل ثوبك ونظف قلبك من التابعية لأي فكر مشوه. وافتكر يتبع الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة هو من ينجو من هذه الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى آخر الحديث. فاللهم ارضي عن الصحابة واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.